السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. النهارده إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، وطبعا كالعادة بحب قبل ما أبدأ الفيديو بحب أرحب بكل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر، كلكم على راسي من فوق، وأهلا وسهلا بكل اخواتي اللي دخلوا معايا جديد في القناة، منوريني ومشرفيني وجودكم معايا ده شرف كبير أولي. يلا بقى حط لايك الفيديو، اشتركي معايا لو مش مشتركه، ممكن المشتركه تحت الفيديو، وطبعا اهم حاجه ما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد انا بنزله. وكمان بستنى كومنتاتكم الحلوه اللي بتساعدني، ربنا يسعد قلوبكم جميعا جميعا يا رب العالمين. ويلا بقى بينا على طول نبدا بقى روتين النهارده. وروتين النهارده ان شاء الله اخر بقى تنظيفات رمضان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب، وربنا كده يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. وبدأت طبعًا معاكم التنضيفات بتاعة رمضان من أول ما نضّفت خالص، ودي طبعًا آخر تنضيفة، وزي ما وعدتكم قُلت لكم هننضّف مع بعض الشقة كلّها، وطبعًا وفّيت بوعدي معاكم، عايزاكم بقى إيه تشجعوني كده بلايكات كتيرة، كتيرة قد الدنيا كلّها، تمام؟ فاللي هو بقى إيه بدأت معاكم عملت معاكم اللي هي غرفة الأطفال، وكمان غرفة النوم، وعملنا كمان الصالة بقى بالliving، وكمان عملنا بقى المطبخ مع بعض نضفناه كده تنضيفة رمضان، وكل بقى اللي فيه لو ما حدش يعني تابعني طبعًا. عملنا بقى إيه التنضيفة بقى العميقة كده من أعماق البحار، يعني كل حاجة كده. وكمان هنا دخلنا بقى إيه على طرقة الغسيل وكمان الحمام لإن هُم لسه يعني آخر حاجة متبقية معايا يعني، وبكون كده يكون إيه خلّصنا سلسلة تنضيفات رمضان، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نكون برضه مع بعض في أحداث وحاجات جميلة جدًا، جدًا، فربنا يخليكم ليّا يا رب، ربنا يديمكم كده نعمة في حياتي طول العمر. فزي ما أنتم شايفين دخلت بقى على طول شدّيت بقى الغسالة كده من مكانها، وكمان أخدت الفرشة نفّضت بقى الشباك تنضيفة حلوة كده، نفّضته كده يعني تنفيضة حلوة، ولقيته يعني إيه مش محتاج إن هو يتغسل، فجِبت إيه فوطة مندية كده مَيّة ولمّعته كده على السرير وخرجت بقى على طول، جِبت بقى البولة اللي أنتم شايفينها دي، وكمان جِبت بقى إيه حتّة كده سلك ألمونيا كبيرة، عشان هي بصراحة اللي بتدّيكِ بقى إيه نضافة كده تنضيفة كده عميقة وحلوة كده. بُصّوا للسيراميك كده بتاع الحمام، بُصّوا هي بتجيب من الآخر يعني. فاللي هو بقى إيه، أمّا أكون باعمل تنضيفة عميقة باعمل بالسلكة اللي هي إيه، الألمونيا دي، ولكن التنضيف اليومي العادي بالمقشة كده وأنا واقفة، فبتكون معايا زي الفل. بس طبعًا هو اللي مريحني برضه اللي هي إيه، إن أنا يعني كل فترة باعمل برضه كل أسبوع بادّي للحمام تنضيفة عميقة زي ما أنتم شايفين كده، تمام؟ فاعتبروها بقى اللي هي تنضيفة الأسبوع، وكمان تنضيفة حلوة كده على رمضان يعني. المهم عملنا بقى الخلطة بتاعتنا اللي هنغسل بقى إيه بتاع السيراميك بتاع الطرقة، وكمان اللي هو برضه سيراميك الحمام اللي هي بقى إيه، جبت كده بولة وحطيت فيها شوية مَيّة وكمان شوية من كلوركس الألوان، وكمان شوية كده من المسحوق بتاع الغسيل، بس حطيته من اللي هو السايل يعني. وقُلت بقى إيه كده هاتك يا دعك، ودعكت الحوض بقى من فوق لتحت، وكمان المراية بتاعة الحوض، وكمان الحوائط زي ما أنتم شايفين كده هاجيبها كده إيه داير ما يدور لحد كده نُصّها، ومن فوق بقى إيه هنلمّعها عشان خاطر يعني إيه أنا ما أقدرش طبعًا، وما أعرفش الطول اللي فوق ده يعني إن أنا أغسله يعني وأرُش عليه مَيّة عشان الكهربا برضه وكده، تمام. فطبعًا بعد ما دعكتها كده دعكة حلوة، وكمان غسلت بقى كل الحوض زي ما أنتم شايفين من تحت، والحوض برضه من تحت ده أهم حاجة يعني. فجِبت بقى إيه الخرطوم بقى بتاع المَيّة ونزّلت بقى إيه فوّرت الصابون ده كلّه، وبعدين بقى باجيب فوطة وابدأ بقى ألمّع الحوض، وكمان الرف بتاع الحوض زي ما أنتم شايفين كده، والحوائط وكل حاجة، وبعدين هاجيب بقى الموب وابدأ ألمّع من فوق عشان نكون كده إيه خلصنا من الطرقة خالص، وندخل بقى على طول على الحمام ندّي له برضه كده إيه التنضيفة المعتبرة بتاعته، وندخل برضه على طول على فكرة ندخل نعمل برضه مع بعض إيه الغدا النهارده. تمام. وقد إيه أنا مبسوطة إن أنا خلاص خلصت بقى تنضيفات رمضان عشان بقى إيه أبدأ بقى إيه أجهّز حاجات كده وعادات أنا أخدت عليها يعني، فحابة السنة دي صراحةً إن أنا إيه أخلّص بدري شوية، فاهمينّي؟ المهم بقى زي ما أنتم شايفين لمّا لمّعت بقى إيه خلصت بقى تلميع من تحت، وجبت بقى الموب زي ما قُلت لكم أهو، وجبت بقى الإيه السقف بتاع الطرقة، وكمان اللي هو بقى هاجيب الحائط كده وأنا نازلة، وكمان هامسح برضه الباب عشان يكون خلّصت بقى إيه الحتّة دي كلّها خلصت منها، وندخل بقى على طول على الحمام عشان باحب اللي هو إيه أجيب جزء بجزء كده، ما باحبش أجيب حتّة من هنا وأدخل أجيب حتّة من هنا لأ، باحب اللي هو إيه أخلّص الجزئية دي وأدخل على طول في جزئية تانية يعني وكده. خلّصنا بقى الحوائط زي ما أنتم شايفين وكمان الحوض، وجبناه كده من فوق لتحت، لسه بقى إيه الأرضية بتاعة الإيه
بتاعة الطرقة هنا، فحطيت شوية من الكلوركس وكمان حطيت عليهم كده شوية مَيّة بسيطين جدًا، وبدأت بقى اللي هو إيه، أجيب المقشة أدعك كده الأرضية دعكة حلوة، شايفين بقى الفوم والرغاوة والحاجات اللي كده بتدّيكِ نشاط وpower كده غير طبيعي، ويخلّيكِ كده إيه تتنشطي وتتحفزي وتقومي يا ست الكل. بُصّي عايزاكِ كده تقومي من مكانِك لو وراكِ أي حاجة تقومي كده تتنشطي وتشجعي وتشوفي كل اللي وراكِ، تمام. وكمان باحب بعد إيه ما أشد بقى المَيّة كلها والصابون، باحب اللي هو إيه، أنشّف المكان ما يكونش فيه ولا نقطة مَيّة واحدة، فجِبت الموب كمان وبدأت إن أنا إيه ألمّع الطرقة بتاعة الإيه، بتاعة الغسيل برّه. هنا دخلت بقى على الحمام، خلّصت بقى الجزئية اللي برّه خالص، دخلت بقى على الحمام برضه جِبت السلكة الألمونيا وكمان عملت شوية خلطة زي اللي عملناهم الأول، اللي هي المَيّة والكلوركس وشوية من المسحوق بتاع الغسيل، وبدأت بقى على طول أدعك بقى إيه الحوائط بتاعة الحمام داير ما يدور برضه كده من إيه، من تحت بس عشان خاطر بقى إيه الجير اللي من المَيّة السخنة وكده يبدأ إن هو يتفوّر، وزي ما قُلت لكم يا بنات هي دي تنضيفة الأسبوع اللي باعملها كل أسبوع في الحمام، وكمان اعتبروها إن هي تنضيفة رمضان. وبُصّوا مش عايزة أقول لكم بقى، مش عايزة أقول لكم أنا قد إيه سعيدة النهارده إن أنا خلّصت عشان بقى مستعجلة عايزة أفرش بقى الزينة بتاعة رمضان، وأفرح بقى أنا والولاد، وكمان الولاد قاعدين يقولوا لي: "إيه يا ماما كسلانة السنة دي ليه؟ يالّا بقى خلّصي." ومش عارف إيه، وكده يعني، تمام. المهم بقى في متابعة دخلت قالت لي لمّا غيّرت اللي هو نظام المطبخ يعني، فقُلت لكم إن أنا كنت حابة اللي هو إيه، أعمل نظام جديد، فاللي هو إيه، زعلت إن هو ما اتوفّقش معايا عشان خاطر التلاجة اتحطّت كده في النُص، فاللي هو بقى إيه، زعلت يعني وكده إن حسّيت إن التلاجة مكلكعة في الدنيا وكده. فصراحةً في متابعة دخلت قالت لي: "لأ النظام كان حلو أوي، بس اللي هو إيه، هاتي بقى sticker اللي هو الحراري ده والزقيه على الرخامة بتاعة الحوض وكده، بتاع حوض الغسيل يعني." فإن شاء الله بإذن الله هو ده اللي أنا ناوية أعمله بإذن الله على العيد، فقُلت خلّينا نغيّر النظام نفرح بيه كده شوية، وبعدين بإذن الله على العيد بإذن الله هاعمل النظام برضه اللي أنتم حبّيتوه، هاعمله إن شاء الله على العيد، وكمان هيكون معايا تجديد حلو أوي بإذن الله، بإذن الله على العيد. واللي هو قُلت لكم إن أنا كان نفسي أعمله على رمضان، فقُلت بقى إيه خلاص خلّينا نفرح بزينة رمضان وفرش رمضان، وفي العيد بإذن الله يكون معانا برضه حاجات جديدة بإذن الله تعجبكم. هنا طبعًا بعد إيه، دعكت بقى الحائط كلّها بالسلكة، وكمان جِبت بقى اللي هو القاعدة كمان، اللي هو التاولت يعني، وكمان جِبت اللي هو إيه حطيت في قلب القعدة إيه، حطيت فيها اللهم صل على النبي، حطيت شوية مسحوق وكمان شوية كلور، وجبت بقى الفرشة دعكتها حلو كده من جوّه، مخلّيها كده إيه، فُلّة كده شمعة منوّرة. وقُلت لكم قبل كده وأنا بانضّف معاكم الحمام، طبعًا لو القعدة عندِك متبهدلة وعاملة كده صفار من جوّه أو حاجات يعني مش مرغوب فيها، ففضّي المَيّة اللي فيها خالص بشرشوبة تكون قديمة عندِك، خصّصيها يعني لكده، حُطّي بقى كده إيه، فيها شوية من الخل وسيبيها بس كده ربع ساعة، وبعدين البسي جوانتي بقى وهاتي إسبونجة وابدئي إن أنتِ ادعكي القاعدة من جوّه تكون معاكِ زي الفل وهتنضف كأن بُصّي لسه يعني مركباها دلوقتي، تمام. وبعدين بقى حطيت كمان شوية كلوركس كده على الأرضية بتاعة الحمام، وجبت برضه المقشة كده بُصّوا وأنا واقفة كده ما اتعبش نفسي خالص، ودعكت الأرضية بتاعة الحمام، وكمان الحائط اديت لها برضه كده إيه، دعكة برضه محترمة كده لإني باحب أشوف الفوم والرغاوة والحاجات دي بتنشطني وتشجعني أوي. وبعدين بقى شدّيت المَيّة للصابون، وبعدين شدّيته بالمَيّة، وقُلت بقى إيه أمسح بقى السقف والحوائط بالمَرّة كده وإحنا شغّالين، عشان نكون كده إيه خلّصنا بقى وأنجزنا، وخلّصنا كمان التنضيفات بتاعة رمضان، و ونكون كده يعني إيه جاهزين بإذن الله لاستقبال رمضان، بإذن الله. فلمّعت بقى الحوض زي ما أنتم شايفين، كمان لمّعتها بقى من فوق لتحت عشان خاطر مش عايزة ولا نقطة مَيّة تكون واقفة على الحوائط ولا كمان على الأرضية. بس كده. هنا بقى خلّصت الحمام كمان، قُلت بقى إيه، اللي هو أعمل برضه خلطة كده أحُط فيها اللي هي إيه، الغيار بتاع الموب، وكمان الفوطة اللي أنا كنت بالمّع بيها هنا الحوض والحوائط يعني، عشان خاطر لمّا إيه، ينضفوا شوية أبدأ إن أنا أدعكهم يعني وأغسلهم وكده، تمام. فزي ما أنتم شايفين شوية كلوركس بس كده وشوية من المسحوق بتاع الغسيل، وحطيت الغيار بتاع الموب، وكمان فوطة يتنقعوا شوية، وهنا إيه، كنت مسحت بقى اللي هو الإيه، الرف بتاع الحمام زي ما أنتم شايفين أو الركنة بتاعة الحمام دي اللي بانظّم فيها الحاجة يعني، وهابدأ إن أنا أنظّم بقى الحاجات كلّها فيها زي ما أنتم شايفين بنفس الطريقة كده، بالطريقة اللي أنتم شايفينها يعني اللي هي بقى إيه، الكوباية بقى بتاعة الفُرَش والمعجون، وكمان الغسول بتاع الوش والشامبو والجل كل حاجة يعني، والصابون بقى والإيه، والبلسم زي ما أنتم شايفين كده. نظّمتها ونروح بقى وكمان حطيتها على القاعدة،
حطيت عليها إيه اللي هي الإزازة بتاعة الكلور والكلوركس، وكمان الإزازة بتاعة المعطر بتاع الملابس. وهنا طبعًا باحب أحط السلة دي، وكمان جبتها المرة دي زي ما قُلت لكم المرة اللي فاتت باحب أحط شوية اللي هي إيه لونها أخضر، وكمان بتمشي برضه مع الحمام. وساعات باحب أحط اللي هو إيه السلة اللي لونها بيج شكل الركنة بتاعة الحمام يعني. بانظّم بقى فيها الفُرَش واللهم صل على النبي، وكمان البتاعة بتاعة الموب، وكمان المقشة اللي بامسح فيها، المهم يعني والفرشة بتاعة البلاط. باحب أنظّم فيها الحاجات دي عشان تكون ملمومة في جنب كده. طبعًا ده كان الشكل النهائي بقى بعد ما خلّصت، وشايفين بقى ما شاء الله قد إيه بقى اللمعان والحاجات. بُصّوا أنا عايزاكم كل أسبوع يكون المطبخ ليه كده تنضيفة، فبتريّحِك أنتِ طول الأسبوع. يا ستّ الكل بتبقي بس وأنتِ واقفة كده، فبتبدئي إن أنتِ تدعكي كده دعكة على السرير من غير أي مجهود خالص، يكون معاكِ الحمام نضيف وزي الفل، يكون كده حياتِك كلّها مليانة طاقة إيجابية، بلاش نكون مكسلين على الحاجة يعني وكده. بُصّوا أنا عندي مصالح البيت دي يعني باحس إن هي اللي بتخرّجني شوية من الملل والاكتئاب كده يعني. باحب أشغِل نفسي صراحة يعني، وباحب كمان يكون ليّا روتين يومي أكون ماشية عليه، أحسن ما يكون إن أنا يعني أشغِل نفسي بحاجات تانية يعني وكده. طبعًا بقى قفلنا الحمام ووريت لكم كده الشكل النهائي. دخلت بقى على طول اللي هو إيه، غيّرت هدومي لإن صراحةً بُصّوا يعني اتبلبلت كده وبقى حالتها حالة. هنا قُلت أعمل معاكم الغدا النهارده. بُصّوا هنعمل غدوة حلوة أوي وغدوة بسيطة، وصراحةً يعني إيه، قُلت بقى أودّع الأكلة دي قبل رمضان. هناكل النهارده إيه، هنعمل بطاطس محمرة، وكمان جِبت يعني رنجاية واحدة، دلوقتي هاوريها لكم يعني. بس بقى ما تستقلوش بقى يا جماعة ده ب25 جنيه. هي طبعًا إيه، يعني هي أكتر من ربع كيلو. فقُلت اللي هو إيه، صراحة باحب اللي هو أجيبها طازة كده، ما باحبش صراحةً لا أحطها في التلاجة ولا في الفريزر يعني. فلمّا باعوز بنبعت نجيب كده على قدنا، لإن برضه مش كلنا بنحبها يعني. فحمّرت بقى بطاطس زي ما أنتم شايفين صوابع، وكمان هنقطّع بقى خيار وجبنة اللهم صل على النبي، وكمان خضار. وطبعًا الأكلة دي ما ينفعش غير معاها بقى إيه، بصل أخضر، وهاعمل شوية طحينة كده على السريع، ويعني فضلة خيركم يعني. المهم زي ما قُلت لكم بقى يا بنات، حابة إن أنا أودّع الأكلة دي بقى قبل رمضان، فالحقوا كده إيه، هاتوا بقى كده رِنجة أو فسيخ يعني على حسب ما أنتم حابين، لإن بُصّوا هنتحرم من الحاجات دي في رمضان. وكمان عايزة أقول لكم نِفْسي رايحة لها أوي مش عارفة ليه، مش فاهمة أقسم بالله، نِفْسي رايحة للرِنجة جدًا. فاللي هو بقى زي ما أنتم شايفين حمّرت بقى البطاطس، وكمان قطّعت خيار، حبّيت أقطّعه كده بالطول، ما باحبوش صراحةً اللي هو المدوّر ده، باحس إن المَيّة بتروح منّه، فاهميني؟ إنّما لمّا باقطّع الخيار على طول زي ما أنتم شايفين كده، فباحس صراحةً إن هو يعني لسّه بخيره كده والمَيّة موجودة فيه، حتى لو بات أو اتبقى مننا يعني باحب اللي هو إيه، آكله بعد كده. هنا بقى جِبت معلقتين كبار كده من الطحينة في قلب البولة زي ما أنتم شايفين، وكمان جِبت شوية مَيّة كده دافيانين. وهابدأ إن أنا أفُك بس كده الطحينة في الأول، وكمان بقى لو أنتِ حابة تحطّي فيها زبادي أو تحطّي معلقة دقيق، فأنتِ حُرّة يا ستّي الكل براحتك، كُلّه بيمشي وكُلّه بينفع. بس صراحةً أنا باحبها كده، ما باحبها يعني إيه، سادة وبعدين أحبها بزبادي، ولكن بتاعة الدقيق مش أوي يعني. طبعًا هُم في المطاعم بيعملوا الطحينة بدقيق على فكرة. المهم بقى زي ما أنتم شايفين بعد ما فكيتها بقى بإيه، بشوية مَيّة وادّتني بقى إيه، القوام اللي أنا محتاجاه. حطيت عليها معلقة من الدقة. الدقة دي أنا عاملاها اللي هي ملح وكمون وكزبرة وشطة وكمون، كلّه على بعضه كده يعني. حطيت معلقة كده صغيرة، وكمان عصرت كده ليمون عليها، وقطّعت إيه، فص توم كده بس ناعم جدًا، جدًا، فاهمينّي؟ وعندِك بقى خَل حُطّي خَل، بس صراحةً مش باحب طعم الخل أوي في الطحينة يعني. هنا بقى ده فول بقى أخضر زي ما أنتم شايفين، جاي على فكرة كده طازة كده من الأرض. وطبعًا الأكلة دي ما ينفعش جنبها غير إيه، غير بصل أخضر وخضار بقى. وكمان بعتّ بقى بُصّوا ما تقوليش بقى فسيخ، رِنجة، لازم يكون فيه طعمية أو اللي هي الفلافل يعني. هي دي بقى بُصّوا أهي 25 جنيه. وكمان على فكرة الوقت السمك كل حاجة عادت غالية، فقُلت اللي هو إيه، هنقضّيها النهارده عيش وحلو أوي. هنا بقى باحطها كده لإن صراحةً مش باحب كتير يعني إن أنا أفشّرها على البوتاجاز وكده. لو أنتِ طبعًا حابة تفشّريها فبراحتك يا ستّ الكل، طبعًا كل واحد بيرجع على حسب ذوقه وعلى حسب ما هو بيحب يعني. قُلت أحطها كده وأنا هاقعد بقى على الأرض أتصرّف معاها. وقطّعت جنبها كده ليمون. وطبعًا ده كان فيديو النهارده، وده كان يومي، واشوفكم على خير، واستنوني إن شاء الله بإذن الله في يوم جديد. مع السلامة.